انا همشي بقى. ليه يا ابني وانت قاعد معايا؟ لا يا عم كفايه كده، زمان هدومي نشفت، هقوم اقلع التريننج بتاعك ده واديهولك واتكل. لا خد التريننج ده، انا مش عايزه. هو ايه ده اللي اخده؟ التريننج سوت عندي منه كتير. ليه انت شايفني شحات يعني بتجب عليا، ولا عشان انا يعني عايش في السيده زينب؟ انت بتهزر صح؟ دمك خفيف قوي. ثم انا اساسا عندي منه 100. 100؟ ويمكن اكتر، ده انا ما عديتهمش. لا يا راجل، بس اللي انت لابسه ده لايق عليك قوي. بصراحه هو مستورد. اتس امريكان. انا كل اللي عندي ميد ان جيرماني. لا يا راجل، طب ما تديه واحد منهم. من عناية، بس يعني هدولك امتى وازاي؟ ايه يا ابني، احنا مش بقينا اصحاب؟ انت مش هتيجي تاني هنا ولا ايه؟ والله انا نفسي اجيلك كل يوم، بس مشوارك بعيد عليا قوي. ما تقلقش يا معلم، انا هبعت لك سواق ياخدك، ولا اقول لك انا يا معلم هاجي اسوق واجي لك كل يوم. كل يوم؟ انت زهقت مني ولا ايه؟ عشان نتسلى وننبسط مع بعض يلا. لا ابدا، بس يعني انت مش قلت لي ان انت في الجامعه الامريكيه؟ يب. طب ايه، ما عندكش مذاكره خالص؟ مذاكره؟ يا ابني المذاكره دي، هو مين بيذاكر الايام دي يا ابني؟ المذاكره دي الناس الاغبياء اللي اقفال. طب وبعدين يعني هتنجح ازاي في دراستك؟ لا مش مهم النجاح في الدراسه. امال المهم النجاح في ايه بقى؟ النجاح في الحاجات الحلوه اللي في الدنيا، في الاستمتاع. استمتاع؟ يس. والاستمتاع بايه بقى؟ الاستمتاع بكل الحاجات اللذيذه اللي في الحياه. وايه هي بقى الحاجات اللذيذه اللي في الحياه؟ Okay, first of all, you get beautiful girls. في دي بقى معاك حق، حقيقي معاك حق، بس هما فين؟ هو احنا طايلين ضفرهم؟ Don't worry about it, man. I have many beautiful girls. طب ما تنفعني واحده منهم ينوبك ثواب. ما تقلقش، هظبطك، هنفعها. يا عيني عليك يا معلم، ده انت باين عليك واد دبور كبير قوي. وايه كمان؟ اوكي، وتاني حاجه السفر. السفر فين؟ السفر في كل بلاد العالم، دي احلى والذ متعه بقى. لا يا عم، بس البنات امتع. ما احنا بنسافر ليه يعني؟ عشان نتعرف على البنات. يا عم هو احنا طايلين بنات بلدنا؟ ده احنا اخر شحتفه. ما تقلقش. يا عيني عليك يا عطعيط. هتعيد؟ هو في احلى من العطعطه؟ مع البنات المعطعطه. انت باين عليك تعبان موت. لا اصلي مبسوط شويه. لا مش مبسوط شويه، انت مكبوت شويه. ونفسي انفس واتنفس. ما تقلقش، انا هقطع نفسك. ربنا ما يحرمنيش منك يا عطوط. عضوط. يا عم انت هتقعد تفش لي بقى على الكلمه عطوط عطيط عطوطو، كله احلى واخف واظرف من عطوه. ما تقلقش يا سرج، مسيري الجمك. تلجمني؟ يا واجريك على التراك. تراك ايه؟ دراج العطعطه. وانا بقى اموت في البرطعه. بس هولد اون، المهم ان انت تعرف تسد وما تنهقش. انا مين ياد يا فافي انت يا بتاع الجامعه الامريكيه؟ انا فافي؟ مش انت من اللي بيقولوا مام وداد؟ وانت من اللي بيقولوا ايه بقى؟ لا يا حبيبي، انا متربي في حوار السيده، يعني مفنط وملقط واعرف اجيب السبع من ديله، مش زيك خواجه. ده انت طلعت معلم بقى. يا حبيبي انا غطسك في البحر وأببك عطشان. واو، ده انت جامد قوي. يا ابني انت لسه متعرفنيش، ده انا ملك البرطعه. يعني انت متاكد؟ متاكد من ايه؟ انك حمار. التليفون فين؟ فين التليفون؟ يا جماعه التليفونات بطلت، خشوا من على النت. مش نور. عطوة، هاي، تسمح ترجع لي ضيفي اللي خطفته مني؟ الكمبيوتر. طيب ممكن تجيبه بقى وتيجي علشان تيتا عزمانة نشرب الشاي معاها. اوكي، باي. جاي على طول. اسم النبي حارس وسينه ابن اخوكي ده باين عليه طيب ومؤدب قوي قوي. يس، ودمه خفيف جدا. طب يا ريت بقى تخليه يتصاحب على عطوه، على الاقل يلخموا عن اصحاب السوق اللي هو ملموم عليهم دول. اطمني يا ماما، داليا وعطوة عندهم شخصيات قوية جدا، مستحيل حد من أصدقاء السوق يقدر يأثر عليهم. مش كده يا دودي؟ أنا محدش يقدر يأثر عليا أبدا. ليه بقى؟ لأني داليا فشوش. يا بنتي من تواضع لله رفعه. ايه الغرور ده كله؟
اوه يا تيتا، اهو كلامك ده بقى هو اللي بيزهقني منك. ها وبعدين داليا، احنا اتفقنا على ايه؟ ما يصحش تردي على تيتا بالشكل ده. والله يا بنتي علميها ازاي تتكلم وتحترم اللي اكبر منها. والله لازم اللي اكبر مني يحترمني علشان انا اقدر احترمه. انا قلت لك حاجه تزعل يا داليا؟ مش انت اللي بتقولي لي يا مغروره؟ داليا تيتا خايفه عليكي يا حبيبتي، بتنصحك، عايزاكي تبقي احسن واحده في الدنيا. اه والله يا بنتي. انا مش مغروره. يس اي نو، انا عجباني جدا شخصيتك واعتزازك بكرامتك، لكن اللي مش عاجبني ابدا اسلوبك في التفاهم. صدقيني يا بنتي ده اللفظ ساعد، والادب فضلوه عن العلم. تقصدي تقولي ان انا مش متربيه وقليله الادب؟ تيتا ما بتقولش كده، امال بتقول ايه؟ تيتا بتقول حكمه لازم نفهمها ونعرف قيمتها. حكمه؟ يس، لان فعلا الادب فضلوه عن العلم، لان العلم من غير ادب زي الجسم من غير روح. اسم الله عليكي، كلامك كله حكم وموزون. ما فهمتش برضه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا اسف قوي ان انا تعبتكم معايا. تعبتنا في ايه بقى؟ يعني نطيت عليكم بالباراشوت كده من غير ميعاد وخليكم تغسلوا لي هدومي واكيد كويتوها. ما تقولش كده، امال ده بيت عمتك. اصل انا عمتي بتوحشني قوي وما بقدرش على بعدها. وانا كمان يا حبيبي ما بقدرش ابدا على بعدك. يا ريتك تفضل قاعد معانا على طول، ده انت انستنا يا استاذ مصباح. ما اسموش مصباح. اسمه سراج. طب معلش ما تاخذونيش. لا ولا يهمك يا تيتا، ده مصباح احلى كتير قوي من سراج. يا حبيبي مصباح سراج كل اسمك نور، وانت نورتنا. نور اكتر من كده؟ ده كفايه ان طنط نور عايشه معاكم. حبيبي ثانك يو دارلينج. اسف انا I nearly forgot شايك. شكرا يا عطوط. ميرسي. سرجة وعطوطو، ده انتوا بقيتوا اصحاب قوي. البركه في الكمبيوتر، هو اللي جمعنا وخلانا ننسجم مع بعض، وخصوصا ان هوايتنا طلعت واحده. مش كده يا عطاط؟ واحدة حلوة قوي. واحده؟ مين دي؟ واحدة كده تيتا كانت معانا معاكوا فين؟ على الكمبيوتر. يا دي الكمبيوتر وسنين الكمبيوتر ويوم ما دخل البلد. ليه يا ماما؟ ليه ايه؟ ده سيح الدنيا على بعضها، ما بقاش حد قادر يلم ولاده. خليهم يشوفوا الدنيا ويفهموا الحياة. يشوفوا ايه؟ ده كله مسخره وقله حياه. ايه يا تيتا؟ في ايه؟ من يومين حمي وعجمي وشيشة والنهارده انترنت، في ايه؟ انت إيه؟ بتلعبي الكمبيوتر من ورانا؟ انا؟ حد الله. انا بقى هعلمك عليه. لا انا مش عايزه اتعلم. لا، انت مش عايزة تعرفي معلومات عن كل حاجة في الدنيا وتشوفي الحياة ماشية ازاي؟ دنيا ايه؟ ربنا يحسن ختامنا ويستر اخرتنا ويحفظ لنا ديننا. يبقى لازم تتعلمي الكمبيوتر. لازم ليه؟ الكمبيوتر ده عبارة عن مجموعة علماء متخصصة في الرد على أي سؤال يتوجه لهم. سؤال في ايه يعني؟ في الدين والفقه والأدب والسياسة والفن، كل حاجة عاوزة تسألي فيها هتلاقي الرد عليها. معقوله يجاوب في الدين؟ ده كله مناظر قله حياه. بتلعبي فيه من ورانا رسمي. يا ابني بلاش قله ادب بقى. طب وعرفتي منين يا تيتا؟ هو كله مناظر كده عماله تتحرك والله لوحدها من غير ما المسه، كلها عيب. العيب مش في الكمبيوتر يا ماما، امال العيب في مين بقى؟ العيب في اللي بيطلب ويختار المناظر دي. دي قله ادب. الكمبيوتر ده دنيا فيه كل حاجة، فيه الأدب وفيه قلة الأدب، وبيدي كل واحد على قد ضميره ونيته. سامع سر كلام عمتك؟ هي طلعت نيتك سودة ومهببة. بقول لك ايه، انا ما عنديش كمبيوتر وكفايه بقى فضايح اكتر من كده. بقول لك ايه، اتفضل اشرب الشاي بتاعك، اشرب الشاي بتاعك عشان برد. ما عرفتش اربي. ايه ده؟ اعوذ بالله، في ايه يا ابني؟ الشاي فيه صرصار. يا انا منين القرف ده؟ ما تخافش، اشرب. بقول لك فيه صرصار معفن. يا ساتر يا رب، دي حاجه تضحك يا حلوه. يا سبوش
بصوا الحصان اتلكك. اتس فاني. أطوح. بقولك ده مصمم يحرق اعصابي عشان يطفشني ويخلاله الجو مع البلوى اللي زرعها جوه البيت. خلاص حطي اعصابك في تلاجة وخليكي باردة. يا كيكه الكلام سهل، بس ازاي؟ ما تاخديش منها موقف، حاولي تصاحبيها. اصاحبها ده ايه؟ ده انا ما بطيقش ابص في خلقتها. يا ستي تعالي على نفسك وطيقي. اطيقها ازاي؟ ده انا بكرهها. لغاية ما نألف لها مصيبة توديها في داهية وتغور من البيت. ايوه مصيبه، بس مصيبه زي ايه؟ ما احنا لازم نألف. ما تألفي، مش انت الفيلسوفه؟ طب تدفعي كام؟ يا دي المصيبه عليكي يا كيكه. ادفع لك اللي انت عايزاه. 50,000 جنيه على الأقل. يا نهار اسود، ليه؟ أنا مش هاخد منهم حاجة لنفسي. 50,000 جنيه دول لمين؟ للشيخة نرمين. الشيخة نرمين؟ هخليها تدبر لها مصيبة سودا تجيب خبرها. يوه، انت بتصدقي الكلام الفارغ ده؟ فارغ ايه يا هبل؟ دي الشيخة نرمين والأجر على اللي يدفع. يعني بتعمل ايه الشيخة نرمين دي؟ يوه دي بتعمل كتير. ده القمحاوي جوزي ما يقدرش يخش صفقة إلا بعد ما الشيخة نرمين تعمله دراسة جدوى وتأمنه. يا سلم، جوزك ده خلاص كبر ومخه خرف. ما هو اللي مخه خرف لازم يتصرف. يتصرف بإيه؟ بمخ حد تاني. والشيخة نرمين دي عليها دماغ، جواها مخ بيضرب ويطخ. بتطخ ايه؟ بيطخ شر. أصلها رئيسة عصابة. ما تفهميني، مين هي الشيخة نرمين دي؟ بقولك رئيسة عصابة. عصابة ايه؟ عصابة فتوات ومجرمين وقتالين قتلة، وكتير من رجال الأعمال زباينها وبيتعاملوا معاها. يا بنتي رجال أعمال ايه وبيتعاملوا معاها بإيه؟ صدقيني أنا مش فاهمة منك حاجة. ما هو عن طريقها بيحاربوا القانون اللي يطلع عن طوعهم ويقف ضد مصالحهم، وهم قاعدين مرتاحين ورا مكاتبهم. يعني ايه؟ يعني عن طريقها بيعملوا كل حاجة. كل حاجة زي ايه؟ سرقة مستندات، تزوير أوراق رسمية، لطش ملفات قضايا من المحاكم، ضرب، حرق، قتل. قتل؟ لا لا لا، هي حصلت قتل. قتل أي حد يقف في طريقهم، وكله بالفلوس. يا ساتر على الست دي. لا دي ست كلاس جدا ومليونيرة. ومليونيرة. بتشتي في أسوان وتصيف في الريفيرا. يا سلم، ما خلاص خليها تسمي نفسها البيجوم أغا خان مش الشيخة نرمين. يا بنتي دول مسمينها شيخة لأنها شيخة منصر، أستاذة في تأليف وإخراج وإنتاج كل أنواع التهم والبلاوي والمصايب للمطلوب الخلاص منهم، بس إيه بدون أدنى مسؤولية أو شبهة على الطالب. قوليلي يا كيكة، الشيخة نرمين دي تقدر تخلصي من البلوى دي؟ ومن جوزك لو حبيتي تورثي فلوسه بدري. لا لا لا، أعوذ بالله، لا يا شيخة، لا حرام عليكي. هو أنا قلتلك اعملي كده؟ أنا بعرفك على إمكانياتها. يا سلام، هي قوية للدرجة دي؟ كتير. أصلها زي ما تقولي كده صاحبة شركة مقاولات. مقاولات إيه؟ مقاولات إجرامية ومتعهدة توريد فتوات وبلطجية وحرس أمن. لا 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 لا، بقولك إيه، أنا بخاف من الأشكال دي، ابعديني عنهم. وهتخافي من إيه؟ افرضي قلبت عليا. طول ما انتي بتديها فلوس مش هتقلب عليكي. ولو في يوم من الأيام ما قدرتش أديها فلوس هتقلب كيانك وكيان اللي جابوكي. أعوذ بالله، لا لا يا حبيبتي، لا ابعديني عنها. خلاص خليك انتي بعيد وسيبيني أنا أتصرف لك معاها. هتتصرفي لي إزاي؟ بفلوسك. ارمي بياضك وهي تسود لك عيشة عدوينك يا حبيبتي. طيب ماشي، مع السلامة. انت كنا بنقول ايه؟
يا سيدي بدل ما تعمل سلف وقروض من البنوك وبعد كده تدفع عمولات ورشاوي وبلا ازرق، خليك في السليم واعمل زيي. اعمل زيك ازاي؟ اعمل شركات مساهمه وخد الاسهم بتاعت الشركات دي واطرحها في البورصه، بعد كده لم فلوس المساهمين واشتغل بيهم. يا عم البورصه دي موال تاني، ويا عالم الاسهم هتتباع ولا لا؟ الدعايه والاعلان والاعلام ممكن يسوقوا لك الاسهم دي، مش ده المهم. المهم الاداره. اداره ايه؟ اداره الشركات دي لازم تكون على اعلى مستوى من الكفاءه والنظافه. تضحك عليا يا فياح؟ النظافه والكفاءه دول بقى عملات اصعب من الاسترليني والدولار. لا يا حبيبي، الحاجات دي لازم تتوجد، والا مش هيبقى فيه امل. مفيش امل في ايه؟ مش هيبقى فيه امل لا في التجاره ولا في الصناعه ولا في اقتصادنا كله من اوله لاخره. ونوجدهم ازاي بقى والناس كلهم بقوا كسالى وحراميه؟ لا، خلي بالك من كلامك، مش كلهم. ما انا قدامك اهو بشتغل بامانه وبكسب. انت حاجه تانية خالص. ليه بقى يا سيدي؟ انت واصل بتفرش القرش وبتعرف تلمه. ايه؟ طب ما تفرش وتلم يا اخويا. ومنين بقى النظافه هتيجي؟ النظافه في الشغل، في كتره الانتاج. كتره الانتاج هتخلي الناس تشبع، ولما الناس تشبع صدقني اخلاقهم هتتحسن وتنضف. متهيألك الحرامي عمره ما يشبع. احنا ازمتنا ازمه اخلاق يا فشوش. عارف يا صاحبي، عارف. انت عارف وانا عارف وهو عارف وهي عارفه، كلنا عارفين. بس المهم العلاج نلاقيه فين؟ علاج ايه؟ علاج اخلاقنا المهببه. كل واحد يبتدي بنفسه. ازاي انت عرفت تعالج اخلاق نفسك؟ صدقني يا فكري ان انا بحاول. طيب لما تخف بقول لي. ايه ده؟ ايه التشاؤم اللي انت فيه ده يا اخي؟ لا حياه مع اليأس ولا يأس مع الحياه. مسيرنا في يوم من الايام ان شاء الله اخلاقنا تتحسن وتنضف. هتتحسن بايه؟ بالشغل يا صاحبي، بالشغل وكتره الانتاج. طب قوم بينا عشان اتاخرنا. اخرنا على ايه يا سفياح؟ امال انا جاي لك ليه؟ والله يا ابني وانا فاكر. احنا مش هنروح عيد ميلاد الشيخه نرمين؟ صحيح، شوف ده انا كنت ناسي، ولو اني النهارده تعبان ومزاجي مش رايق. قوم بينا هو يروق. انت جبت لها الهديه ولا لسه؟ طبعا جبت لها الهديه. واحنا برضه نقدر نستغنى عن خدمات الشيخه نرمين؟ انت عايز تودينا في داهيه ولا ايه يا فكره يا فياح؟ كلك ذوق واخلاق يا فريد يا فشوش. طب يلا يا اخويا يلا. الكرسي ده قاعد عليه جبرني هجوم نجمات السينما، ايام ما كانت السينما سينما. امال هي دلوقتي ايه؟ دلوقتي بقت سيرك يا مدام، كلها ضحك على الدقون. ضحك على الدقون؟ ما هو الضحك ده اهم حاجه، ولا انت غاوي غم يا مكيغ؟ الله يرحم ايامك يا سي نجيب. نجيب مين؟ ريحاني. الريحاني؟ لا هو انت من ايام الريحاني؟ كنت عيل صغير وبتفرج على جد الله يرحمه لما كان بيمكيجه وهو قاعد على الكرسي ده. جدك؟ هو انت من ايام جدك؟ كانت ايام جميله. طب كتغلي الاحمر في خدودي شويه. ما ينفعش يا مدام، المكياج له اصول. يا اخي انت مالك؟ ما تبقاش غلباوي وصرصاغ. شكلك هيبقى زي البغبغان وصورتك في الكادر هتضحك. ما هو انا عايزه اضحك. بس انا ما اقدرش اضحك الناس عليا، انا مكير قديم وشغلي لازم يطلع مظبوط. يا اخي حاول تطوغ نفسك وانسى ايام الحفاغيات وافلام التراجيديا. حد يقدر ينسى الافلام الجميله، افلام الاسياد؟ يا ساتر يا رب، اسياد ايه؟ انت هتغعبني منك. ما هي السينما كان ليها اسياد يا مدام. سلام من قول من رب رحيم. وبعدين معاك بقى، انا بتغعب من الصيغه دي. وهم كمان بيترعبوا من سيركم. هما مين دول؟ الفنانين المحترمين اللي بيقدموا للناس فن يمتعهم ويفيدهم. هم دول الاسياد العمالقه، مش الاقزام والمهرجين والبهلوانات اللي جابوا ظرافها وقلبوها سيرك. انت مكيغ دمك تقيل، وهقول للمخرج يغيرك. ويغيرني ليه بقى؟ مكياجك كله غم ما بيضحكش. طب والله لا اعمل لك مكياج يضحك عليك الناموس والدبان. اخص الله يقرفك. هيقرفنا اكتر من كده ايه يا مدام؟ حط لسانك جوه بقك واشتغل وانت ساكت من غير صرصره. عايزه اركز في الشوط اللي هقوم اصوره بعد شويه. حاضر يا مدام. يا اساتذه جاهزين؟ دقيقتين بس. ان شاء الله نكون جاهزين. شكرا سفنجة.
اه ايوه يا ست الكل. ممكن نراجع بقى المشهد بتاعنا؟ عايزين نراجع الديالوج بتاع الشوط اللي جاي، لان الشوط اللي جاي ده فيلم، يعني نهايه الفيلم. وان شاء الله كده عايزين ادائك يكون مبهر. انا كل اداءاتي مبهره. قول وخلصني. كويس يا مدام، والله يعني اخلصك يعني ايه يا مدام؟ ده شغلي ولازم اشوفه مظبوط. ما علينا. شوفي يا مدام، انت اول ما هتخشي الحمام وتشوفي حبيبك غراب وهو قاعد في البانيو على كرسي تحت الدش وبيلعب في خلاط الميه، هتقولي له ايه؟ عارفه وحافظه الحوار كله. هتقولي له ايه؟ هقول له اوعى صباعك يتزن. لا 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 لا، عايزك تتقمصي الشخصيه. هقول له اوعى صباعك يتزن. هيا يا مدام، يا سلام، ادي الجمال. صدقيني يا مدام، انت هتشوفي سما الفن بصاروخ بسفينه فضه. اي والله بسفينه فضه. في واحد بيسأل عليك وعايز يقابلك يا مدام سيسا. مين الواحد ده؟ بيقول اسمه ضياء منير. ضياء منير؟ خليه يدخل. اتفضل يا استاذ. مساء الخير. اهلا يا باشمهندس، ازيك؟ ده ايه الحلاوه دي يا حلاوه؟ انت مين؟ اوعى من نسيتيني يا حلوه، انا البياص. بياص؟ انا من اشد واسخن المعجبين بيكي. خف يا بياص، النجمة مشغولة دلوقتي، وراها تصوير مش فاضيالها. انت على طول ساككني كده ومنكس قبتي. انت غطست فين يا باشمهندس؟ الحقيقة أنا رحت لكم البيت مرتين بس ما لقيتش حد، وعرفت إنك بتصوري هنا. أمال رباب فين؟ دي مخها ضغب. مخها ضرب؟ وانت السبب يا غدار. أنا السبب؟ ليه، حصل إيه؟ ما انت وعدتها بالجواز وما سألتش فيها ورحت وقلت عدولي. أنا والله كان عندي مشاكل في شغلي. اديك خليت مخها ضغب. ما تفهميني ضرب يعني إيه؟ يعني فرقع جوه نافوخها. ما تفهميني فرقع إزاي يعني؟ جالها دبغيشن وقلب معاها بجنان رسمي. جنان؟ يا نهار اسود، وهي فين دلوقتي؟ رحناها على مستشفى الامراض العقليه. كمان؟ مستشفى الأمراض العقلية؟ يا دي المصيبة. السواق هيوصلك انت والبسكليتة بتاعتك لغاية باب البيت في السيدة. ايوه بس عطوة عايز يوصلني بعربيته. لا، عطوة لو راح معاك السيدة مش هيرجع بدري، وانا عايزاه ينام بدري. هو عطوة ده من اللي بيناموا بدري؟ بنحاول. انا اصلي عايزاه يتعود ينام بدري عشان يصحى بدري. ايوه، ويصحى بدري يعمل ايه؟ المهم يتعود يصحى بدري وبعدين نشوف يبقى يعمل ايه. دي حتة واد قضية. قضية؟ ده كلاكيع عقد، واد مش سهل ابدا. نو، بالعكس، ده ولد طيب جدا. ده عايز يصاحبني. وماله، بس المهم ان انتوا ما تعطلوش بعض عن مذاكرتكم. لا، ده مديها طناش على الاخر وما بيذاكرش خالص. انا هخليه يذاكر. قدها وقدود يا عمتي، ده انا عمري في حياتي ما حبيت المذاكره الا على ايديكي. اوعى تكون رجعت للعب تاني اقتلك. لا والله، ده انا مواظب تمام. جود. طب وقمر؟ اهي بتضبش، ربنا يستر معاها كده وتعدي من الثانويه العامه دي على خير. ان شاء الله هتاخدها. خد واحد لشروق وواحد لماما. وفيها ايه الاظرف دي؟ وانت مالك؟ ده اكيد فيها فلوس. طب انا ماليش واحد بيتداري في النص كده؟ انت لك كاش. خد. حلو، مفيش احلى من القبض على المكشوف. يلا يا قضيه، يلا. بشرة خير، اهو كده هبقى محامي. يعني سلم لي عليهم كلهم. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا عمتي. يلا حبيبي. اقول لهم حضرتك هتيجي تزورينا امتى؟ بس اول ما ارتب شغلي كده اهو هاجي لكم على طول. ربنا يوفقك. يلا باي باي. الساعه بتاعتي انا كنت حاططها هنا. حد خدها؟ لا، دور عليها. انا متاكد ان انا كنت حاططها هنا. شوف كويس حطيتها فين. يا عمتو انا بقول لك انا حاططها بايدي هنا. وانا بقول لك دور كويس. جرى ايه؟ روح شوفها في الحمام.
الاوضه قدامك اهي، فتشيها. بس انا متاكده انها مش في الشكمه جايه. امال فين؟ انت عارفه. بتبكي. very good. بس أرجو إن البكا ما يكونش بسبب الخجل والكسوف، يكون بسبب غلطتك علشان ربنا يسامحك. بقول لك ايه، عارفين انا كده بنبطل غلاسه، ما احنا وصلنا اهو. بص انا هستناك هنا ومش هقدر اخش معاك جوه. يخص عليك يا بياص، وانا اللي كنت بقول عليك جدع. يا ابني احنا مش اتفقنا نبقى مع بعض على الحلوه والمره؟ على الحلوه والمره، في كل حاجه الا الموضوع ده. وبعدين يا اخي انت داخل تشوف حبيبتك، انا لازمتي ايه تاخدني معاك؟ يا ابني زياره المريض صدقه. يا سيدي هتصدق ب 10 جنيه اريح لي، لكن لا يمكن اخش سرايات المجانين دي برجلي. انا بصراحه بتشائم يا اخي. ما تبطل تفاهه بقى وخليك عاقل. ما انا عشان عاقل لا يمكن اخش للمجانين برجليا. هو انت يا ابني داخل نزيل؟ انت داخل زاير. بص يا ضياء، الحقيقه ان انا عندي عقده من ايه؟ اصل زمان حبيت اعمل صدقه زي كده وازور واحد صاحبي كان معايا في المدرسه، يا عيني اتجنن بسبب ظروفه الاجتماعيه المطينه. كان لازم تزوره طبعا، عملت خير. بس لقيت شر. اصله عضني. عضك؟ والله. قاعدين وفي اخر القعده فجاه لقيته راح هاجم عليا وعضدني من لغليغي، مع انه والله العظيم كان قاعد طيب ورزين وعاقل طول القعده. حلوه دي جديده. وايه اللي خلاه يعضك؟ لانه مجنون. والله تلاقيك انت السبب في جنينه. يا عم افهم بس افهم، انا من يوميها جالي عقده وما اقدرش اهوب ناحيه مستشفيات مجانين تاني. يبقى لازم تخش معايا المره دي. ليه بقى؟ عشان يفكوا لك عقدتك جوه. لا يا حبيبي، افضل بره بعقدتي احسن ما اخش جوه برجلي المجانين. لا حول الله يا رب، انا مش فاهم انت خايف من ايه؟ بصراحه يا ضياء انا خايف عليك. عليا انا؟ ليه؟ احسن ما تطلعش من جوه. ايه اللي ممكن يحصل فيا جوه يعني؟ بص ده خد بالك وانت قاعد مع رباب، سيب مسافه بينك وبينها. اشمعنى يعني؟ ما هو محدش يضمن تطورات الزياره، خصوصا وانك السبب في جنانها. انا السبب في جنانها؟ ايوه، مش الاخت الفاضله العزيزه سيسه قالت كده؟ يا ابني انا كنت فعلا ناوي اروح اتجوزها، لولا بس مشكله الحي دي يوم ما اخدوا الزرع هي اللي عطلتني. طيب يبقى انت فعلا السبب في جنانها. ليه بقى؟ لانك انت لما ما رحتلهاش وهي مستنيه ان انت تيجي تتجوزها افتكرت ان انت خلعت منها، قامت ضربت واتجننت. يا ساتر يا رب. محدش يعرف لو شافتك دلوقتي هتعمل فيك ايه. يا جدع حرام عليك، ما تخوفنيش منها بقى. بقول لك ايه يا ضياء، ما تبعت لها جواب اسلم. هقول لها ايه في الجواب ده؟ انا ايش عرفني يا اخي ولا مال انا؟ هو انا حبيبها مش انت القيس بتاعها؟ يا جدع بلاش قيس دي، ما تفولش عليا قبل ما ندخل. بقول لك ايه، انا هستناك هنا ومش هخش معاك. يا حبيبي انا لا بحب حد ولا حد بيحبني. ماشي يا بياص ماشي. واضح إن هي تعرضت لضغوط نفسية جديدة أثرت عليها وسببت لها اكتئاب حاد شوية. والاكتئاب ده مش له علاج يا دكتور؟ كل حاجة وليها علاج بإذن الله. هو حضرتك تقرب لها إيه؟ أنا خاطبها. بتحبوا بعض؟ طبعا يا دكتور، ده احنا المفروض نتجوز قريب. أنا في رأيي تأجلوا موضوع الجواز ده شوية. ليه بس كده؟ لغاية لما حالتها تستقر وتهدى. تصارحني حضرتك، هي حصل لها ايه بالظبط؟ ما قلت لك عندها اكتئاب. عادي يا دكتور، الشباب اليومين دول عندهم اكتئاب. انا نفسي كان عندي اكتئاب وخفيت منه الحمد لله. وكان عندك اكتئاب من ايه بقى؟ من الاحباط وخيبه الامل في كل حاجه، من موت الحلم وضياع المعنى والهدف من الحياه.
هو ده بالظبط اللي رباب بتعاني منه. مش رباب لوحدها يا دكتور، بقول لك الشباب محبط وتعبان. بس اثر التعب بيختلف من شخص لشخص حسب حالته النفسيه او ظروفه الاجتماعيه. تعددت الاسباب والاحباط واحد يا دكتور. على كل حال انا هخليك تشوفها، بس خد بالك. خد بالي من ايه؟ ما تحاولش تتكلم معاها كتير عشان ما تشغلش ذهنها بالتفكير. تفكير في ايه؟ في اي حاجه، لانها تعبانه ومرهقه وممكن تصور وتبكي وتصرخ في اي وقت. تبكي وتصرخ ليه؟ من غير اي سبب. يا دكتور هي عندها اكتئاب ولا جنان؟ ما تصريحني. ما هو الاكتئاب انواع، مش كل اكتئاب زي التاني. انا بقى عايزك تجيب من الاخر وتقول لي. اقول لك ايه؟ الاكتئاب اللي عندها ده من النوع اللي بيخف وبيتعالج ولا نعوض على الله؟ كله بيتعالج وكله بيخف بامر الله يا استاذ. ربنا يلطف. ادخل. ايوه يا دكتور. لو سمحتي هاتيلي على رباب فهمي من عنبر ديبريشن كيزز رقم 122. حاضر يا دكتور. 22 نجد يا رب. تسمح تولع لي؟ ولع لك ايه؟ سيجارة. إيه فين السيجاره دي؟ من علبة سجاير. بس انا ما معيش سجاير اصلا، انا ما بدخنش. طب هات ربع جنيه اشتري سيجارة. الله يلعنك يا اخي، وقعت قلبي. يا ساتر، قلبك يقع عشان ربع جنيه؟ لا افتكرتك مجنون، وحكم انا ما بخافش من حاجه في الدنيا دي قد المجانين. مش تقول انك شحات يا... انا مش شحات. امال انت ايه؟ انا مجنون وعاوز علبة سجاير. مش كانت سيجاره من شويه؟ اهرش وهب ب5 جنيه بدل ما اطلع جناني عليه. ده انت بلطجي بقى. بقول لك اب ب5 جنيه احسن لك. ولو ما قبتش؟ هشرح نفسي بالموس واتهمك واديك في داهيه. ولا غور من وشي، يلا غور من وشي، ده انا صايع وقليل الادب وممكن اوديك في 64 داهيه ونص. اشمعنى؟ ما تخليهم 65 يا بخيل يا ايحه. ولا غور يلا، انت مش عارف انت بتكلم مين؟ انا محامي وعضو في حزب صحه الامه المعارض. وبتعارض مين بقى؟ مالكش دعوه، انا بعرض وخلاص. غور من وشي. انا دبلوم صنايع. طب ولما انت دبلوم صنايع بتشحت ليه يا رمه؟ عارض انت بقى وهات لي شغل. هكمة بتاع المعارضه يا فالح. ولا بقول لك ايه، مش عايز صداع، غور من وشي يا لبك. يا شيخ اتنيل كتتنيله في خيبتك يا بخيل. انا هطلع. انا بخيل ونطع؟ يا صايع يا ضايع. الناس حصل لها ايه؟ انتوا بقيتوا جملات ولا ايه؟ مش حاسين بروحكم؟ انا عايزك تطمني يا رباب، ان شاء الله كل حاجه هتتصلح والحياه هتبقى حلوه وزي العسل. زي العسل الاسود. وماله، المهم انه عسل وطعمه حلو، ولو حطينا عليه شويه طحينه هيبيض وهتبقى زي الفل. هنجيب منين بقى الطحينه اذا كنا مش لاقيين تمن العيش الحاف؟ هنشتغل، هنخبز ونعجن وناكل احلى عيش من تعبنا وعرقنا وشقانا. وهنشتغل ايه؟ الشغل موجود يا رباب، احنا اللي مضايقينها على نفسنا شويه، لازم نضحي ونتنازل. نتنازل عشان المركب تمشي.
عفو عليك يا قذر. ايه ده في ايه يا رباب؟ ما تلحقني يا دكتور. عايز اتخلى عن شرفي علشان المركب تمشي؟ اهدي يا رباب، خطيبك خايف عليك وعايز مصلحتك. ده مش خطيبي. امال ده يبقى مين؟ ده حرامي، ده حرامي، ده عايز يسرق شرفي ويتاجر فيه. يا خبر اسود، انا؟ ايوه انت وكل الذئاب اللي زيك عايزين تنحشوا شرفنا وتكشفوا عندنا يا حيوانات. اللي بتقوليه ده يا رباب؟ ايوه انت فاسد ومنحل. انا فاسد؟ ما تفهمني يا استاذ، انت تقرب لها ايه وبتشتغل ايه بالظبط؟ انا مهندس يا دكتور، مهندس. انتوا كلكم مهندسين بتهندسوا الانحلال على قبور الشرف. اخص الله يكسفك ويعرك، ما تصدقهاش يا دكتور، دي مخها ضرب خلاص. فهمني يا استاذ، انت بتشتغل مهندس ايه بالظبط؟ زراعي، والله العظيم زراعي. كذاب، وده كمان مش دكتور. امال انا ابقى مين يا رباب؟ انت مهندس. كلكم مهندسين، كلكم مهندسين. يا رب يلا ما تشوف لها حل يا دكتور. اهدي بس يا رباب، اهدي شويه يا رباب. هاتي حقنه مهدئه بسرعه. جيب العواقب سليمه يا رب. توصف حضرتك وتوصف حقنتك، مش هتأثر فيا، مش هبقى سيسة، مش هبقى سيسة. لا حول ولا قوه الا بالله. مين سيسة؟ هو ده وقته يا دكتور، انا عايز اخلع من هنا. راحت روحي يا روحي وانا بتأمل سحر عني. ارحم قلبي يا روحي وارحم شوقي ونوحي عليك. تررررم راحت قلبي يا قلبي من الهجر روحي بتتخنق وحاسه اني بتشنق اوعى صباك يتزنق.